الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج اليوم الآخر. للأذن أن تسمع أمانت لهذه العين أن تدمع أمانت لهذه الأذن أن تسمع. ونتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله عن الحشر وأحوال الناس في الموقف يوم القيامة. اعلم يا أخي المستمع أنه بعد أن يبعث الله الخلائق من الأرض وتقوم الناس من قبورهم فإنهم يساقون إلى أرض المحشر. قال الله تعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وكما أنه يحشر البشر فكذلك تحشر الحيوانات. قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. وهكذا تساق الخلائق إلى أرض المحشر، وهم في ذلك متفاوتون على قدر أعمالهم، فمنهم الراكب ومنهم الماشي ومنهم من يحشر على وجهه. وهكذا يكونون 3 أصناف بينهم الله تعالى في أوائل سورة الواقعة، فقال: وكنتم أزواجا 3 فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فهذا هو تصنيف الناس يوم القيامة. فالسابقون هم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء، فأولئك يحشرون يوم القيامة ركبانا. قال الله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وأصحاب الميمنة هم عامة المؤمنين، وهؤلاء يحشرون على أقدامهم. وأصحاب المشأمة هم الكفار والمنافقون، وهؤلاء يحشرون على وجوههم. قال الله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وركما وصما. لهذا القلب أن يخشع أمانت لهذه النفس أن تشبع أمانت لهذه النفس أن تشبع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة 3 أصناف: صنفا مشاة، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم. قيل: يا رسول الله، وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. وروى مسلم والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على 3 طرائق: راغبين راهبين، و2 على بعير، و3 على بعير، و4 على بعير، و10 على بعير. وتحشر بقيتهم وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. هذا وإن المؤمنين يحشرون بيض الوجوه مستنيرة من السرور، وأما الكافرون والمنافقون والمجرمون فإنهم يحشرون سود الوجوه مغبرة وجوههم من الخزي والخذلان. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. كن داعيا لله لا عاصيا لله وارضى بحكم الله. كن داعيا لله لا عاصيا لله وارضى بحكم الله.
كما أن السابقين يكسون من حلل الجنة تأتيهم بها الملائكة. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، وإن الملائكة تستقبل المؤمنين من قبورهم وتبشرهم بالجنة. قال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وهكذا تساق الخلائق إلى المحشر، وإن أرض المحشر أرض بيضاء كالفضة لا ربوة فيها ولا انخفاض، بل هي أرض مستوية، حيث روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. وبعد سوقهم إلى المحشر وحيث يجمع الله الخلائق فإنهم يقفون موقفا طويلا، قيل 70 عاما ولربما كان أكثر، ينتظرون فصل القضاء، وهنا الأهوال والشدائد، وهنا الفضيحة والعذاب. ضاقت بك الأمور على البلاء كن صبورا واتق المولى الشكور كن له عبدا شكورا. وأما عن أحوال الناس في الموقف فإنهم يحشرون على أرض بيضاء مستوية، وفيها يقفون موقفا طويلا ينتظرون فصل القضاء، والملائكة محيطون بهم حلقا خلف حلق، حيث تحيط الملائكة بالخلائق 7 صفوف، كل ملائكة سماء صفا. قال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وهكذا تحيط ملكة السماوات بالخلائق، حيث إن السماء تذهب. أما بالنسبة للعباد في الموقف فإنهم متفاوتون على حسب أعمالهم. قال تعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ومن أهوال هذا اليوم أن الشمس تدنو من الرؤوس مقدار ميل حتى تغلي الأدمغة من شدة حرها، كيف لا، وحرارة الشمس تقدر ب20 مليون درجة مئوية. فقد روى مسلم عن المقداد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. يقول سليم بن عامر الراوي عن المقدار: فما أدري أهو الميل مسافة الأرض أم الذي يكتحل به، فيكون الناس على مقدار أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يلجمه عرق إلجاما، وأشار بيده إلى فيه، وهكذا يفيض منهم العرق حتى يمضي في الأرض 70 ذراعا. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقه في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، وإنهم في هذه الأحوال يتمنون الانصراف ولو إلى النار. وإن من أهواله أيضا أن يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. قال الله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. بك الأمور على البلاء كن صبورا واتق المولى الشكور كن له عبدا شكورا لا تعترض على أمر الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وعندما يجاء بها ولها دوي ولها صوت مخيف. قال تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، فإذا قربت منهم يخرج منها عنق من النار فينطوي على بعض الناس ويجرهم إلى النار. وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق، ويقول: إني وكلت ب3:
بمن دعا مع الله إلها آخر، وبكل جبار عنيد، وبالمصورين، فهؤلاء الثلاثة ينطوي عليهم ويلتقطهم من بين الخلائق كما يلتقط طائر حب السمسم. فهذه هي أحوال الموقف مع طول الوقوف والأبصار شاخصة ينتظرون فصل القضاء. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأما تفاوت الناس في هذا اليوم والكشف عن أعمالهم وفضيحتهم، فإن السابقين وبعض المؤمنين يكونون بعيدين عن حر الشمس، بل في ظل عرش الرحمن، حيث قال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فإن هؤلاء 7 أصناف من الناس يكونون في ظل العرش، والناس في الشمس، ومنهم من يكونون على منابر من نور، وهم المتحابون في الله، حيث صح في الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى: المتحابون في جلالي أنصب لهم يوم القيامة منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء وليسوا بأنبياء ولا بشهداء. وأما أهل الموقف فمنهم من يكون في ظل صدقته تكون عليه كالظل تقيه حر الشمس، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: والعرق كما علمت متفاوتون فيه على قدر أعمالهم. وأما عن معرفة عمل كل واحد منهم فالكفار عميانا سود الوجوه. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كن واثقا دوما بالله واتق المولى الشكور عليكم يا سنرتحب رافق سيرنا العمل عن الدنيا سنرتحب. وهكذا يعرفون بسواد وجوههم وعمي عيونهم، وهذا حال الكفار والمنافقين. وأما عن بعض العصاة غير التائبين فكذلك تظهر أعمالهم، فالمتكبرون يحشرون كالذر تطأهم الخلائق بالأقدام لهوانهم وحقارتهم، حيث ورد في الحديث الشريف: المتكبرون يوم القيامة كالذر تطأهم الخلائق بالأقدام، والذر هو صغار النمل. أما آكل الربا فيحشرون يوم القيامة كالمجانين بسبب أكلهم الربا. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. أما الذين يسألون الناس من غير حاجة يعني أشحاذون يحشرون وليس في وجوههم لحم بل عظام كالحة. فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال رجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. أما مانعو الزكاة فيعذبون بالمال الذي منعوا زكاته، سواء كان نقدا أو كان إبلا أو بقرا أو غنما، والناس يشهدون عذابهم في الموقف. فقد روى البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقدار 50,000 سنة. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة وينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
هل بما يرضي الإله عنك من قبل أن تأتي المنية والوفاة؟ هل هيأت زاد جهزنا للمعاد أم كنت في رقاد وغفلة العصاة؟ هل هيأت زاد. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج اليوم الآخر، تحدثنا فيها عن الحشر وعن أحوال الناس في الموقف، ونتابع الحديث عن أحوال الناس في الموقف في الحلقة القادمة إن شاء الله. في ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لهذه الأذن أن